المشاهد ايضا قبل ما اغلق هذا الملف وانتقل لمصر، اللعيبه العرب اللي مساندتهم بيلعبوا في انديه عالميه لمنتخب المغرب، واللعيبه المسلمين. اوزيل لاعب منتخب المانيا السابق صاحب المشاهد الاستثنائيه لما وقف كراجل كان في مقدمه المهنئين مسعود اوزيل. امبارح وريت لك البرلمان التركي وهو واقف يحتفل من القلب. اوزيل فخور، يا له من فريق، يا له من انجاز للقاره الافريقيه والعالم الاسلامي. من الرائع ان نرى مثل هذه القصص الخياليه لا تزال ممكنه في كره القدم الحديثه. لا، من الرائع ان نرى مثل هذه القصص الخياليه لا تزال ممكنه في كره القدم الحديثه، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوه والامل. صدقت والله. من على تعليقا على اوزيل كده افتكرت حاجه، واحد كده ربنا يعينه على نفسه مرت التغريده بتاعته فبيقول لك انا مش فاهم اي حاجه، ما الفرق اللي ما اعرفش ايه بتكسب وما عمروش ادوها، وقال لك المسيحيه تنتصر والبوذيين كسبوا، وقال لك عمرهم ما قالوا البوذيين كسبوا. هو ايه المسلمين دول اللي بيقول لك الاسلام كسب وبتاع واي حاجه؟ انتوا عايزيننا متخلفين على طول والله كده. انتوا ده التخلف اللي جابنا لورا. الحقيقه انا ما خبطتش، صلحوا لي مخطئ ان حد بيقول ان الاسلام انتصر. اسلام ايه؟ احنا حتى لقطات الناس اللي دخلت الاسلام، الناس دي ربنا اعزهم بالاسلام ولم يعز الاسلام بهم، ولا بيعزوا باي حد، ولا بيعزوا باي حد. هذه هي الحقيقه. ما حدش، انا ما شفتش حد يتكلم بيقول ان الاسلام انتصر. محدش بيقول كده. لكن ان احنا نبقى واحد ونفرح لفرح بعض ونحزن لحزن بعض ونمرض لبعض ونتعافى لبعض، ده شيء مهم جدا. وان انا انصر اخويا المسلم ده شيء مهم جدا، وما يزعلش اي حد، ما يزعلش اي حد. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد طريقه النصره، مش كده انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال لك ترده عن ظلمه. هي دي نصرة اخوك. انما الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال لك مثل المؤمنين او المسلمين، صلحوا الحديث ارجوكم، في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. هو احنا كده، احنا مختلفين. انما حدش قال ان انتصار المغرب انتصار للاسلام يعني، ولا انتصار السعوديه على الارجنتين انتصار، ما حدش قال كده. انما في ناس مريضه والله العظيم، عندها الم من اي شيء، عايزين السيكو سيكو يبقى هو منح الحياه يعني. وده للاسف شيء مش مقبول. لا، ده اوزيل رائع دائما، ربنا يثبته في كل افعاله. حقيقه هذا الولد رجل بما نراه. على فكره اوزيل بالصدفه كان جاري في اسطنبول، ما قابلتوش ولا مره يعني خالص، لكن ربنا رزقه بالحب واختار الاختيار اللي ما حدش ممكن يختاره، وضحى بكل حاجه، المانيا وقصه وروايه، وانتوا عارفين قصته. رغم اللي بيعمله من اللي خدت بالي منه الاعلام الجزائري مع فوز المغرب، هعرض لكم تفاصيله في جزء لوحده، وانا في حاله ذهول والله، حاله ذهول. رياض محرز كان من المهنئين والداعمين للمغرب. رياض محرز انسان نحسبه على خير، وقال تصريحات لدعم المغرب نشرتها صفحه مانشستر سيتي، الفريق اللي بيلعب له رياض. حقيقه تفتخر محرز
مانشستر كاتبين المغرب نفتخر بالمغرب، دي صفحة مانشستر. المزيد حتى اليوم مبروك للجميع وبارك لاخواته واشقائه. ده كان اداء رياض محرز اللي كان ليه اكثر من تصريح لدعم المغرب في وسائل الاعلام الاجنبيه. حقيقه تحدث رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي عما حققه المنتخب المغربي بعد وصوله لربع النهائي، معربا عن فخره باداء وقتاليه اسود الاطلس. وقال لموقع كذا: أنا فخور بما حققه المغرب، من الجيد جدا رؤية هذا الفريق يؤدي أداء جيدا في مسابقة كبيرة مثل كأس العالم. هذا أول منتخب عربي يفعل ذلك، وهم يحاولون أن يصبحوا أول منتخب إفريقي يصل لنصف نهائي المونديال، ووصلوا بفضل الله يا رياض. أنا فخور وسعيد حقا بما حققوه. إسماعيل بن ناصر لاعب AC ميلان ومنتخب الجزائر ايضا كان في مقدمة المهنئين. ده الطبيعي يا جماعة. نحن نؤمن بك للنصر النهائي. للتاريخ محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي الارسنال ايضا كان من المهنئين. يفاجئ اسود الاطلس والركراكي النني. ابدا محمد النني اعجابه بالمستويات التي قدمها المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم قطر 2022. في مؤتمر صحفي بعد فوز الارسنال على ليون الفرنسي: سعداء بما يقدمه المنتخب المغربي، مبسوطين بيهم لانهم بيمثلوا العرب، وان شاء الله نحن سنظل وراءهم في المباراة القادمة. الاداء الصادم حقيقة كان من محمد صلاح، اللي تجاهل تماما انه يبارك للمغرب. العالم بيتكلم ويتابع ويشيد القريب والبعيد، بل ان محمد صلاح تجاهل حتى اداء المنتخبات العربية في بداية البطولة واللي بيحدث هناك، ونشر صور في بداية المونديال، صور غريبة جدا، انه بيتابع ماتش طائرة نسائي بين الاهلي والزمالك، اللي هو رسالة يعني مش محتاجة تكون فاهم. ده اللي انا بتابعه، يعني انا مش بتابع دول. ده انتوا اللي بتعملوه ده ما يعنينيش في حاجة. ده غريب جدا. اداء صلاح غريب جدا من فترة بصراحة، اداء صادم. مش عارف ازاي وصل لهذا الاداء. صلاح في بداية مشواره كان غير كده تماما يا جماعة. كيف وصل صلاح لهذا المنحدر؟ بس مش من دلوقتي، هو بقى له فتره. فاكرين وقت الشيخ جراح؟ الناس كلها كتبت والعالم كله كتب واللعيبه كلها كتبت، المسلمين والعرب في كل انحاء العالم، وساندوا فلسطين واهالي الشيخ جراح. هو بعد ضغوط وايام ضغوط رهيبه كتب تويته خزعبليه بزرمطيه كده، اللي هي يعني لازم تقف تسقف له: ازاي جبتها دي يا ابن اللذينه؟ ما ذكرش فيها اسم فلسطين خالص، كتبش كلمة على المغرب. صلاح لما كان في بداية مشواره كان غير كده تماما يا جماعة. بيتكلم على الأولتراس، بيتكلم على الحق، وكان متأثر بأبو تريكة. لكن تقريبا بالحسابات التجارية هو اكتشف ان المواقف دي بتخسر، مش بتكسب حاجة. بيزنس والعقود الإعلانية وكده بتأثر. هو بقى نجم عالمي كبير وفخر العرب فالحاجات دي بتأثر عليه، ما بيعملهاش. طب بالنسبة للمغرب، أتمنى، والله بقولها من قلبي، أتمنى ألا يكون هذا الأداء من فخر العرب ما يكونش زي أداء ابن زايد. قلت لك ابن زايد عنده حسد، حقد كبير جدا. هو أجبر إنه يجي بعد ما بقت قطر أمر واقع، المونديال أمر واقع، بعد ما مارس كل حاجة، عشان كمية الحقد والحسد رهيبة جدا جدا، شبيهة بين قابيل وهابيل كده، بين تميم ومحمد بن زايد، حقد رهيب جدا. فأتمنى مثلا إن هو ما يكونش، أتمنى بجد إن هو ما يكونش يعني صلاح لما خد منتخب مصر طلع بيه ال 32 الأخير،
الاخير يعني، الاخير في كاس العالم يعني مفيش حاجه بعده. هو قال له لو اكتر من كده اقول ما يكونش ان هو نوع من اي انواع دي. اتمنى تكون زله زي زلات كتيره وقع فيها صلاح، واتمنى ان يتوقف شلال الزلات. صلاح ما يستحقش انه يكون في هذا المكان كإنسان.